هب لي دواما ربي أن لا أشرك بك ليادا واكفني من أشرك علمتني ربي بأنك الأحد والصمد المغني الذي لك التحد لا شك في غناك ربي عن ولد ووالد وعن زمان وبلد أف لقوم سلسوك يا أحد يا ذا انتقام ما له كفءا أحد مد حياتي قديما للحسن جد الحسين بن علي وحسن أكرم ربي أكرم كل والد وما ولد وخير من ولد في خير بلد نبيك المرد العدا محمدي صل عليه ولتسلم صمدي قلت مصليا عليه بالسلام في آله وصحبه الجال الظلام وجه سلاميك بلا انتهاء ربي إلى المختار ذي البهاء له بآله وصحبه تبي خير سلاميك ولشكر كتبي وجهت لي يا ربي في الخميس ما أخجل الأمير في القميص كفيتني العدا بأهل بدري فليكن بهم وأعلى قدري يا الله صل بسلام أبدا على أجل كل عبد عبدا له بآله وصحبه البهور اكتب سلاميك وارض لي ذا الدهور لا تجعلوا الدعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لله كلي وهو الله الأحد الصمد المغني لمن له التهد أزب عن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولدي تبت له ولي يروق من جحد قطعا ولم يكن له كفءا أحد جاهدت في البحر الذين سلسوا ومن تزندقوا ومن تلسلسوا عن انتفوا معا بأهل بدر وبهم الحفيظ يعلي قدري لهم من الله أرم سرمدا أكبر رضوان بجاه أحمدا وصيلتي لمالكي وجنتي عن المعاصي والحساب جنتي أزكى صلاة الله بالتسليم عليه بالأعلى ذوي العلوم دعا قلامي ومدادي للشكور ما قاد للباغي المقدم الشكور علي من الله بالصفاء مستغنيا به عن الشفاء إلي قاد من له كليتي أجوره في عملي ونيتي أواني الله له بالمصطفى صلى عليه سرمدا كما اصطفى أزكى صلاة بسلام يصلح كلي بها بكن فقط فأفله للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام ربي بجاهه عداي سخري لي جميعا ولي خير القري سلم جنابي والترد عدايا لي به وزد به هدايا وجه رجال بدر الأبرار لنصرتي على العدى الأشرار لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا بكونك العزيز والمنتقما أعزني وليكن منتقما يا من له العباد والأفعال يا الله يا قادر يا فعال ناجاك عبدك خديم عبدك ويبتغي بجاهه ما عندك كون له بجاهه فوق المنى وانصر جنابه بكل الأمنا مد حياته بما فديته وخر له بالعيش قد شفيته كفيته جملة ما لا يرضى وزده قائدا له ما يرضى
دعاك موقنا بأنك الكريم ويرتجي ضعف الذي منك أروم عنك رضي وقدم الجهاد وغيره فهب له اجتهادا اقهر له أعداءه جميعا يا خير عدل لم يزل سميعا آتيته فضلا عظيما منك فزده علما مع فهم عنك بارك له في نفسه وأهله ونسله بعد انتفاء جهله عنه نفيت الجهل والأعداء بأهل بدر ونفيت داء ضيفك راد عنك في البهور وفاز فيها بمهور الهور كفيته فيها بلا إخراج من طلب البلاد باستدراج من طلب الملك بظلم الملك وببراز الله رب الناس من طلب الملك بظلم الناس وببراز الله رب الناس باعوا جنان الخلد بالنيران وشروا الآثام بالغفران عن الصراط المستقيم ضلوا وغيرهم من الورى ضلوا بصد عن سبيل الله وبمكابدة أهل الله أضراهم اللعين عين الأشقياء فبارزوا اللمين عين الأتقياء قد طلبوا الملك البلاد واتغوا وأكثروا فيها الفساد وبغوا دعاهم اللعين إبليس الرجيم إلى براس أهل بدر النجوم يقودهم بكيده العظيم إلى مبارزة ذي التعظيم عمي وبكم وكبارهم صغار وفي مبارزتهم لهم صغار لهم عزاد بعد مقت قد كبر ويهزمون ويولون الدبر من بارز المقتدر المنتقما مات ذليلا ويلاقي نقما الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا وليس والدا وملكه جل يدوم خالدا له خطابي ويروض من جهد لي ولم يكن له كفوا أحد هب لي يا وهاب ذا الكونين أضعاف ما أختار من منين اكتبني اللهم في المجاهدين حقيقة الجهاد والمعاهدين لك توجهت بذي القصيدة فعندك اجعلها غدا مفيدا لك جعلتها وديعة إلى خير الجنان راجيا منك الإله زببت عنك وعن المختار بها وعن أصحابه الأسار يا الله يا أحد يا غير صمد يا رافع السماء من غير عمد نظف مكاتبي من العيوب واجعل فؤادي عيبة الغيوب يا عالم الغيب مع الشهادة جد لي بالعلوم والسعادة تفضلا علي بالتمليك يا خير مغن مالك مليك سغلي منازل عداية في الجنان بلا حساب ولتطيب الجنان لوجهك الكريم قلت في اللئام قصائدا مجاهدا بلا فئام لهم خطابي عندهم في البحر وهم ذو الشقاوة والدهر لله ذي الغفران توبوا تائعين من التسلل جميعا خاشعين ويل لكم إن لم تكونوا تائبين للواحد القهار جل آئبين نبهتكم قبل ببعث موسى أهل الكتاب وببعث عيسى مبشرا بذي المسايا أحمدا وكلهم عبد رسول حمدا نبذت اليهود والنصارى من دينهم غير الضلال سارا كتاب موسى وكتاب عيسى وذكر عز المنهلين العيسى محمد صلى عليه وعلى جميع رسله بتسليم على لكم خطابي أيها النصارى كونوا لخير المرسل أنصارا ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل بهب عبده حبيبه القليل أفضل من مضى ومن يأتي ومن حضر مطلقا من أهل ذا زمن ذاك الذي يقول لي مولاي به مرادي وكفى البلايا أسأله له الصلاة والسلام في كل موضع وفي دار السلام فجاءني الأكرم في جمادا بما به أشكره حمادا
ليهزر الأعداء سطو مرقمي فإنه على العدا كمرقمي يصب عن جنابه العلي وعن جناب المصطفى نبي هجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدعى عمري زببت عن حضرته المقدسة ذوي الشقاء والأنفس المنجسة رددتهم بالبيض والأرماه والكل ذو إصرار والإطماه إن الذين أشركوا وجاهدوا وفي كتاب ذي الجلال ألهدوا لهم عذاب لا يكون زنسرا في أبد ولا ينالون المرام ذل وويل للذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا يقودهم غدا إلى النيران ملائك العذاب بالخسران نياتهم صد عن السبيل مع البراز لذوي القبول يكابدون كل من قد وحدا والكل منهم في الكتاب الهدى خابوا أضل ربهم أعمالهم وضيعوا في باطل أموالهم اتبعوا الباطل والشيطان وبالمعاصي عمروا الأوطان لهم لدى عدل العلي المنتقم ما لا يسال سرمدا من نقم فجورهم قد جرهم للقمر وللزنا وترك كل أمر ويل لهم غدا لدى كشف النقاب يوم السلاسل تلازم الرقاب نفوسهم نجيسة فصدوا عن السبيل وطغوا وارتدوا عن الصراط المستقيم مالوا وللأباطيل الوراء أمالوا نبهتكم ولي لم يلتفتوا حينئذ بل للعين ألفتوا اتبعوا اللعين والأهواء ولازموا ما يورث الأسواء مسواهم إن لم يتوبوا عاجلا نيران عدل قادر وآجلا رام انخفاض ديننا الإسلامي بالكيد والإخراج والكلام هم الذين كرهوا ما أنزلا الله معطي الفضل حين نزلا إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا ناوين ستر دينا بالنقاب فأعملوا السيوف في الرقاب توجهوا للوجه ذي الجلال يا أهل بدر لذوي الضلال صلى على رئيسكم بكم معا ربي ولي بكم عداه قمعا يا رب صل بسلامك على سيدنا محمد باب العلا بآله وصحبه وانصرني بأهل بدر وبهم بشرني هم الذين جاهدوا أهل القليب وليكن بهم ولي للقلوب من عليهم برضاء يجري بلا نهاية وكسر أجري فديتني بجايهم وفزت بغير عيش وعلاك هزت تفضلا علي بالزيادة لي جت بالحسنى أدم سيادة نفيت أعدائي مع الفتون قلت لي الشروح كالمتون تفضلا علي بالتبحر يا خير معتن بشكور يا حريم اجعل فؤادي مدينة علوم نافعة أنت القدير والعليم وجه لي الفيض بلا نسيان ونجني من جملة العصيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على رضائه أحيم صل صلاة بسلام تشره صدري به على الذي يفره يا من له الغيوب والشهادة صل على وسيلة السعادة بآله وصحبه واكشف لي اليوم كشفا قد يرم كليا هب لي بأهل بدر الكرام وترد عنهم أفضل المرام من بجاههم علي اليوم بما يسود لسواي اللوم علي من الدهر بالتصرف في السر والجهر وزد وعرف ذلك ليس بعزيز صعب عليك يا رب فأعلي كعبي ذلك ليس بعزيز صعب عليك يا رب فأعلي كعبي اجعل لا طول الأعادي قدمي بحرمة المختار يا ذا القدم بكونك الله الغني والأحد والصمد المغني من لك التهد اكتب لي الدهر صفاء القلد يا من تعالى عن أب وولد اكتب لي الدهر صفاء القلد يا من تعالى عن أب وولد لينتخم في أبد ممن جهد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله يا رحمن يا رحيم يا شكور صليا على من سمي محمدا والآل وصحب العظام واشكر بجاهه العظيم ذا النظام وحدت ربي الذي له أمور بهذه الأبيات في بيت الأمير الأول الآخر ربنا الكريم وظاهر الباطن معطي ما أرم
وجب لله الوجود والقدم من يعتقد ذلك لا يلقى الندم وجوده ليس له ابتداء من يعتقد يلقه اهتداء وجوده ليس له ابتداء من يعتقده يلقه اهتداء وجوده ليس له انقضاء من يعتقده سره القضاء ووجب البقاء والمخالفة لمن كفاني مخرجا قد خالف ووجب القيام للمنان الموصل المؤمن للجنان ووجبت وحدة من لي كان وطيب الوطن والمكان قد وجبت وحدة ذي الجلال في ذي الثلاثة بلا إضلال في الذات والأفعال والأوصاف من يعتقد ذا يسه بالسات ووجبت له تعالى القدرة مع الإرادة وأبدى بدرا فكل ما أراده القدير فبالوقوع لم ترى جدير من صره الصفا بلا إقدار فليكن لائزا بذي الأقدار من صره الأمن بلا تخويف فليكن منقادا بلا تصويف من صره أن لا يلاقي الضرر فلا يحب من يساق للشرر ووجب العلم له تعالى وللكرام يهب فعلا ووجبت حياة باق يبقي من شاء بلا إماتة ذا سبق كهوره والعرش والكرسي سبحان باق باطر جلي فكل من علمه القبير فارقه الظنون والتدبير وكل من أبقاه باق محيي فأبدا خير حياة يحيي ووجب السمع لهاد سمعا تضرعي مردي قدل تمعا ووجب البصر للبصير الأهد المكرم النصير ووجب الكلام للمنزل ذكرا حكيما لا يزال النزل ووجب الإخان بالوجود لمن له عند العدا سجود سبحان من بجوده والكرم مني تقبل مع التكرم من شك في كون الإله أولى بالحمد والشكر بنعم المولى فغره الضلال والإضلال فللإله الحمد والجلال لبان وهدي أن ذا العرش العظيم هل يخو بالخدمة بالدر النظيم إلى سوى يساسها المعين كل عدو وانسنا اللعين لا يتوجه إلي صرمدا فرده من لا يزال الصمدا من يستعذ بالله ذي الوجود من الشياطين يفز بجودي من مال عنه لسواه الطردا عن بابه وصرمدا لن يردا من أما بابه الذي لم يرتجى أكرمه بكل خير يرتجى سبحان من إدراكه تنصر والعجز عن إدراكه التبصر سبحان من إدراكه الممال عن العدا وعكسه الكمال سبحان من الشرع مسلوبا وقاد للرائب والحليبا أدعو إلى الله على بصيرة أذهب جملة العدا لغيري من الجنان لي يصفي ميري دعا قلامي إلى الكتابة شكور باخ قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلمني خير صلاة وسلام مني وجه ربي اللعين والعدا إلى سواي لا ألاقي من عدا ألانني بالمنتقى رب القلوب ورائبا يقول لي مع الحليب إلى سواي كل ضر وكدر في أبد بإذن من يجري الخدر للمنتقى وجهت في 10 سنين ما خاد لي به الحلال والفنون يقود للماه بإذن المالك مخجل مجذوب وكل سالك الظاهر الباطن خاد ظاهرا لي وباطنا قديما ظاهرا لي يقود العلم هاد وعليم في كل شيء بمدينة علوم لوجهك الكريم مني الشرع ما لا يزال أبدا مستترا هو الذي متى يقول كن يكوني وليكمل مرادي بكني عن إنسان المبيع معدوما لدى خير خبير لي أطاب القلدا لوجيه الشرع 30 معا 3 ولي مناي جمعا يقود لي إلى الجنان الثمني وفي الجنان برضا والأمن بي يقود كل من تعلق له كما كليتي قد أطلقا صرف الضر لعداه الباقي وقاد لي مواهب الصباق يشهد لي بأنه أحب لي من غيره قطعا وسان قبلي رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يحمد هو وسيلتي إلى الأحب عبدا خديما أي قل حب
تسليم من ساق العدا لغيري على الذي به يصفي ميري أزكى صلاة قادر مقتدر على الذي كوني قديمه دري أنما سلام قادر مريدي على النبي المنتقى الفريد حمدت من في رمضان الدكسش أمنني من ضرر المشوش إذ بعده العدا جميعا سجنوا عن قصد نهو ولغيري ركنوا قد مركونهم لنهوي بانا من قبل صوم جكشش تبيانا قد صرفوا من قبله لغيري بلا انصراف لي وتم صيري حال إلهي بقدر عظمة ذات الحفيظ القابض المعظمة بيني وبينهم بلا تسليط علي سرمدا ولا شروط يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين يشهد صاحبي لي عند الأهد بنية قتال كل من جهد الحمد لله ذي الأزمان أشكره جل على الإيمان أعبده بدينه الإسلامي حقا وبالإحسان ذا استسلامي يا رب إني بك ذو استعانة فعجل النصرة والإعانة يا رب ينصرني بأهل بدر على النصارى حصروا بالغدر هب لي ما أختار فيهم عجلا ولتنسهم ميلا لضر آجلا إني أخاطب الذين نصروا خير الورى إلى الذين حصروا أيا جماعة الصحاب انفروا محبكم حسده من كفروا أيا جماعة الصحابة انفروا محبكم حسده من كفروا لكم رضا في نصره فعجلوا فإنه مستبط مستعجل لكم رضا في نصره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحققوا الرجاء والتمسوا له جميعا فرجاء ذلك هين على الله الخدير وهو تعالى بالإجابة جدير يا أهل بدر سارعوا وكونوا لمن له لربكم ركونوا نصر ربي بكم الإسلام نصرا عزيزا رفع الملام أجبتم الداعي مسرعين إلى المجاهدة خاشعين أدام ربكم عليكم الرضا ورحمة منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام ناديتكم بجاهه مضطرا فبادروا لله نهوي ترا وجهت وجهي يوم مولد الرسول بكم لذي الجلال سارعوا بسول انصرفوا لنصرتي لله على ذوي الجهود والملاهي قوموا ودافعوا جميعا عني لوجه من فضلكم بالمن إني بكم مستنصر في الدين لوجه من بجايكم يهديني توجهوا بنصرتي لذي الجلال وزازهوا عني به ذوي الضلال لكم خطابي أيها الرجال فلتنصرف عني بكم أوجال وقاية كون أسامكم معي بفضل رب كونه لي مطمعي أيا رجال الله عني دافعون لوجه من عن مؤمن يدافعون انصرفوا إلى الذين قد بغوا وطلبوا ملك البلاد واتغوا لكم رضا أيضا من الله الكريم بسجر عني وأجر ليس يريم لكم رضا أيضا من الله الكريم بسجرهم عني وأجر لا يريم زبوا معا عني بلا تأخير لوجه من يمن بالتسخير يا أهل بدر أنتم أحبابي لوجه رب المالك الأرباب ناديتكم لله في البهور فسارعوا بتعنف النهور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والحمات لا زال رضوان الكريم النافع على جميعكم بجاه الشافع ويل لمن بارز رب العرش المالك الملك شديد البطش نهوا إلى إطفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهي كونوا معا معي معينين على من حسدوا لوجه من حسدوني لوجه من على منه تعالى رمت كونكم ليا في البر والبحر معا كالأولياء من أمكم لرغبة فيكم ظفر ومن تكون ناصريه ينتصر ناديتكم مستنصرا وأرتجي من مالكي جل انفتاح المرتجي إن المجوس والنصارى رغبوا
عن الهدى وفي السواه رغبوا لذاك بارزوا الحليم المنعما وضيعوا أعمارهم والنعما كل يظن أن ذا الجلال ليس بربه من الضلال فجورهم وسكرهم قد بانا قد صيروا عصيانه قربانا أخرجتني ربي منهم بسلام وقلتني بلا حساب أو ملام رضى الجميع لي بأهل بدر فليكن بهم وأعلى قدري وجهت وجهي إليك اليوم وأرتجي أن لا ألاقي لوما لرت أعداء الذين كفروا وأشركوا وجحدوا ونفروا يقودهم رئيسهم للخمر وللزنا والكل أدغى غمري جاهدتهم لوجهك الكريم بخلمي يا معطي التكريم دعوتك اللهم أن تعينني على الذي أراد أن يهينني وجه جنودك إلي عاجلا ولتكفني يا مالك الدجاجلا أفن لقوم سلسوك يا أحد والكل منهم لهوى النفس التهد فزنا بكوننا عبيدك بلا شرك ولا ميل فسعي نقبلا يا واحدا قد جل أن يكون له شريك هب لي السكون كف بحفظك ذوي الطغيان عني ونجني من العصيان ما هوت ما بيني وبين المجرمين وفقت بيني وبين المسلمين عنيت بالله تعالى سرمدا مسلما على النبي أحمدا لهقت بالصلاة بالسلام في آله وصحبه الأعلام ظلمي محوت خطف الذنوب يغفري به وما علي عني كفري تبت علي يا غفور يا كريم لغفر وهب لي فوق ما منك أرم هب لي فراغ كل ما نبست ولي بارك في الذي أخذت وجهت وجهي مع المختار وأهل بدر لك ذا استتاري أجب دعائي عاجلا وهب لي به منا كما فككت كبليا عنك رضيت وعن المشفع صل عليه وبي القلق الفعي لهب قبولا ورضا سرمدا وكن ولي ولتكن لي سمدا مد حياتي بأكبر الرضا وأرغد العيش مربيا رضا وجه لي اللهم من اليوم جملة ما أحببت دون اللوم إلى دخول جنة مع النبي شفيع كل أقرب وأجنبي أنت الحكيم الواسع الكريم لذا كرمت منك ما أروم نبهتني في كونك الوهابا هب لي لدى الأعداء أن أهابا ناجيتك اللهم زار رجائي والطرد في ذا العامل لي حوجائي أنت الحفيظ المانع المغيث وبك يا مغيث أستقيس لك مددت يا كريم يدي بأهل بدر وبخير سيدي لك توسلت بأهل بدر وبه مجعلني رفيع قدري هب لي ما أشاء بلا حسابي والتهم ما كان ذا انتسابي من كل من أحبني وبلدي وأبد لي رب طيب قلدي عنك رضيت رب زدني علما وعملا يا موهوت ظلما أنت الكريم لا أزال شاكرا لك محوت الظلم والمناكرا لصف عمري بخير عافية واجعل حياتي ذات يمن شافية مربيا بظاهر وباطن ملازما رضاك في مواطني تفضلا علي يا مولاي بالعلم والكشف وهب لي الآية تفضلا علي ربي بالمنى حتى أفارق الخيار الأمنا قني في الدارين كل ما يضر وفيهما هب لي كل ما يسر يسرت لي استقامة ورط لي من لم يوافقني وسري سنت لي ناجيت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكن ليا يا ربنا لك دواما مني الحمد والشكر على ذي المن فقلت حامدا وشاكرا لك وأرتجي منك دواما فضلك الحمد لله الذي قد قادني من وطن بروضة وكالني وغاب بي عن جملة الأكوان وليسقر ذوي العدوان وجاد لي منه تعالى بمدد أرجو به استقامة مع الصدد وكف عني وهو خير من يكف ألسنة الأعداء طرا والأكف وجاد لي فيهم بنصر عزا فهو تعالى خير من أعزا أشكره بكلكلي وقلمي وجسدي وكف عني ظلمي يا خير من ربى مريدا لا يريد سواك يا فعال كل ما يريد ربيتني فلك شكري أبدا يا خير معبود بحق عبدا فرقني ترقية الأخيار ونقني من جملة الأغيار جدلي بطي سيري واكشف الحجوب عني وصيرني فرحة النجوب
هب لي ما رجوت يا وهاب يا من له الإياب والذهاب نقلتني من وطني دار السلام فردني لها معافا يا سلام لها ومكرك قني وليهب بجاه أفضل البشر وسيلتي لك تلازم البشر وصل بالتسليم يا ذا الأمر عليه بالآل وطول عمري عبدا قديما ماكسا في طوبى وكف عني بها الخطوبى وليسخ بلا حساب ما أشاء في أبد والتقني ما لا أشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم المولى ونعم النصير. ناجيت مولاي ونعم المولى كلي له لأنه بي أولى علي أثني سرمدا بقلمي وبلساني ناجيا من ألمي مسكت بالكتاب ذا غنائي به وأني قد نفى أنائي أسلمت كلي بالكتاب للجميل أعبده أغدي محبه الخليل لو علي دين مدح وصلاة لوجه من لي ساق أفضل الصلاة محمد صلى عليه الله بالآل وصحبه ومن تلاه وسيلتي لله في الدارين حبي له وقاني العارين لله حمدي وشكري على كوني عبده قديم من على أرضيه في توبة وفي دار السلام بقدمة لوجهه تجلو الظلام وليت عن جماعة النصارى لله والقرآن كنزي سارى نجاني الله به وفزت به وفي ما اشتهيت عزت نجاني الله به وفزت به وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مسليا مسلما وفك أني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم أهوي بجاهه لديه ما أروم أهوي به لدى الحفير الرافع كوني معصوما مع المنافع لجات لله بمجاهدا جهاد الصابه معا معاهدا نبست جملة المناهي العامة لوجه من قد كان لي إنعاما صرفت كلي لخالق البشر ومني يشترى مبيه ببشر يسر لي أمري كسا وأشبع كما سقى ولي يسوق تبعا ربي حقق ما رجوت بالرسول وسق بجاهه إلي غير رسول بسم الله الرحمن الرحيم نكس على حقبيه نفى الذي لو الوجود والقدم لغيري الشيطان وهو ذو ندم كفاني الذي بقاء والخلاف لو العين والإداء بلا خلاف سف الذي لو القيام وجبا أمري وقاد لي منه عجبا عوذ من له أديم الوهد كلي من الشيطان فر وهد لله كلي لدى البهور وقد آذني من المدهور إلى سواي قد نفى إبليسا من كان لي لا ولا أرى تفليسا إلى سواي قد نفى إبليسا من كان لي ولا أرى تفليسا يسر للمعثر العثير يسر للميسر العسير ما عجز الورى لدى مسيري يسر للميسر العسير ما أعجز الورى لدى مسيري عاد العين لسوى جنابي بعلمي والرفري والنابي قاد لغيري اللعين الحزبا بهم يفر إن قرأت حزبا بارك لي في الترك والأرض الكريم وفيهما لي قاد أجرا لا يريم يقود للباقي بلا شيطان دنيا وأخرى بشر الأوتان هدد ربي ذو الوجود والقدم إبليس هاربا لغيري بالندم بسم الله الرحمن الرحيم لهم مغفرة ورزق كريم لله ما كتبته من جيسشي ولرسوله لقدم الجكسشي هدية مني لربي الشكور ولنبي قديما ذا شكور مني لله ولرسول ولذوي الإسلام والقبول من دكسش إلى دخول الجنة خطي بلا أذن وغير فتنة غنيت بالجزاء والأجور وبالثواب أن أذى الدهور غنيت بالجزاء والأجور وبالثواب أن أذى الدهور فتن يمهت وبيه رابه ينهو إلي فائذ وساله ربحت التجارة المتجهة
لمن لينقاد الجزاء ووجه ربحت التجارة المتجهة لمن لينقاد الجزاء ووجه هدى ونور وردا ويسر أنرتها ممن عداه البر تاب علي من لديه غسلت أني عيوبي كالأذى فانغسلت واجهني من ربي الكريم أنا في الرحمن والرحيم ردا وبشر وأمان وصفاء بلا نهاية بأجر عرفا زادني الباقي زيادة الرحيم أشكره على كتابه الكريم قادني القرآن قودا لم يكن لغيري الدهر وقاد ليكن كون لي من لم يكن بأعجز ما جاد لي منه بوعد ناجز كون لي من لم يكن بأعجز من جاد لي منه بوعد ناجز رد المكاره لغير الله قطعا ولا إله إلا الله يسوق ما خلقه أو يخلق من الأذى إلى سواي المطلق مها الذي لجاد بالكتاب أني سوى الأمان والثواب سورة التوبة إن الله بريء من المشركين ورسوله الحمد لله الكريم الرافع الأكرم الباقي الولي النافع نحمده على كتاب الرفع دين النبي المنتقى فارتفع نشكره على كتاب النسبا حثا أثيرا قد كفاني نسبا أحمد ربي الذي قد خفدا من ساءه تقديمنا فانقفدا لله حمدي دواما وجزم سرور كل من قلاني فانجزم لله شكري وإليه دما بالمصطفى كل ردا فاندما هدم ما بنى العدا وفتها باب قيوره لنا فانفتها بارك في كليتي لي وكثر بارك في كليتي لي وكثر سلاح من كان يجاري فانكثر رفع الدين المنتقى المشفع وجذم الأذى بفل الأرفع يقود أفضل الصلاة والسلام بلا انتهاء إلى نبينا السلام أتاه في آل وثعب كثروا جيوش من لازمهم تحسروا ما لا يعد من أمان وسرور باق كفى قديمه ذوي الغرور نبينا أحمد لن يجارى ذا آم أكثس فجارا أحمده ومدهه قد زانا كليتي وشكر الميزان لو امتداه مدة مبتدية عنه وأني دون سعط رديا مدهي له إلى جماد ثانية من المحرم هدايا سافية شكري بأنفي ثلاث من رجب لقدم ذي الهجة جاد بالعجب ردي أني من له توحيدي بالمصطفى المقدم الوحيد كوني لله وللرسول كوني لله وللرسول كب عدايا وأتى بسولي يقود لي كرم من هداني بفضله وراد من أعداني نهوا يسون ذكره الحكيم وقال لي تقديم وتحكيم وجه لي علما وسعيا بأدب من كان لي بأمن من غير ودب وجه لي علما وسعيا بأدب من كان لي بالأمن من غيره وردب رسولنا صلى عليه الله في الآل وسب ومن والاه ساق مكاره إلى الأمير بجاي العظيم ذو الأمور وجه للباقي بقاء صافيا وبي يكون للأنام شافيا وجه للباقي بقاء صافيا وبي يكون للأنام شافيا للمصطفى ليت القدا بهر الندى وجهت أمداها كفت من فندا للمصطفى ليت القدا بهر الندى وجهت أمداها كفت من فندا هديتي له كفتني الحارة وخلدت لدى العداء إذ أهرى هدية له كفتني العارة وقلد لدى العداء إذ أهرى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كما بشرته صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك بقوله إن الله بريء من المشركين ورسوله الحمد لله الذي قد رفع دين النبي المنتقى فارتفع نشكره على كتاب نثبا إثنى أثيرا قد كفانا الوثبا نشكره على كتاب خفدا من ساءه تقديمنا فانقفدا أحمده سبحانه إذ جذما سرور من لم يهوني فانجذما لله حمدي وكل دما مع المنى له به فاندما لله شكرنا لنا قد فتها باب الأمان أبدا فانفتها لله شكرنا لنا قد فتها باب الأمان أبدا فانفتها هدد ربنا إداه وكسر سلاح كل من قلاني فانكسر بارك لي ربي في جهادي ومعديا قبل نهم الهادي ردي أني من له توحيدي بقدمتي لأبدي الوحيد يثر القهار ما تعسر
أسرى على سواي وأموري يسرى أواني الرحمن والرحيم لاذمني في أبد ترهيم مدح النبي المنتقى كلامه وفي إداء كامن الكلام مدح النبي المنتقى كلامه وفي الإداء كامن الكلام نبينا أحمد لا يجارى أمداهه قد ذات فجارا نبينا أحمد لا يجارى أمداهه قد ذات فجارا أخرجني الله به من رن إلى يقين فائزا بالمن لو امتداه مدة مرتدية عنه وأني دون سقط رديا مدهي له إلى جماد ثانية من المحرم هدايا سافية شكري بأنفي صلاة من رجب لغب ذي العجة شكري ذو عجب ردي أني ما رديت عنه وقال لي سري قذوة كرم باق كان لي بالأمان تهرني ولي أتاب زماني يقود لي كرم من هداني بذكره وراد لي أعداني نهوا يصون ذكره الحكيم إن شاءه وقاد لي تحكيما وجدت كلي بالنبي العربي لمن هباني بلسان العربي رفعت قطي إلى تعريف العربية بلا تهريف سلام من ليس يزال سمدا على شجاع ذي الهروب أحمدا وجدت أمداه إلى بهر الندى ليس الإدا وراد لي من فندا للمصطفى وجدت مدحا قبل وليس ينهوني عيدا أو كبل للمصطفى وجدت مدحا قبل وليس ينهوني عيدا أو كبل هديتي له كفن حارا وقلد لدى العدا إذ عارا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وأغناني عن المعادات وعن المكابدة بما فاستقيموا لهم فرد إلى غير مدرة العداء ولا يؤمني أذى أو من هداها إلى سوى ذات شقاوة انتهت وللسعادة وأهلها نهد سعادتي بلمها إن كتبت بغير شك عند من قد لي كبد توفيق هاد قاده الإلهام لقايدان ما لهن بهام قاد لي العليم علما نافعا وقاد للمهي نباتا يافعا يقود لي كن فيكون الخير ولسوى النهو يساق الدير مع توجه الأذى لله بقدر لا إله إلا الله واجهني الأعظم في الكتاب بفل باق سأنا بالكتاب إذا تلوت آية فر اللعين بإذبي لغير نهوي بالمعين لا ينتهي لي أبدا ما ساء ولا يؤمني الذي أساء هداني الله فإني مهتدي وللجنان لا أرى بمعتدي مع توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلا أو من عدا وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإني حامد وشاكر لك على ما وهبت لي فيك وفي كتابك العزيز وفي نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من قال وقولك الحق ووعدك الصدق ويا بلاو إلا أن يتم نوره صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه هذا سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل هذه الأبيات صفاء لقائلها وانفع بها كل من يقتنى بها في الدارين آمين يا رب العالمين ويا بلاو إلا أن يتم نوره ولا الأذى بلا وصول لي إله سواي والباقي يقود للإله ولا الأذى بلا وصول لي إله سواي والباقي يقود للإله يقود لي كن فيكون للجنان عبد رسول بمطهر الجنان إلي ينهو الغير والصفاء وللورى من جهتي شفاء برأني القدوس من كل مرض ولي يقود أمن ربي الغرد إلي ينقاد الردى والأجر والأمن في العادات لا للزجر إلى سواي جملة المعاصي مع المكاره وكل عاصي لا ينتهي إلي غير من يتوب أو تاب والله على من شاء يتوب لوجه الكريم لي يوجه كرمه وهو لي متجه هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم منه للأمان أشكره من بعد حمد والرداء إلى نهاية وقاد للرداء لقاد واجبا ومدوبا وما أباها لي وما أبان الأقوما لغيري الحرام كالمناهي وقاد للبشر بلا تناهي إلي قاد مشتري ثمنه ولسواي كدرات الزمن الحمد لله على إبدالي ما بعت واشترى بلا جدال نفى مبيعات اشترى الذي بلا إقالة وقاد لي تقبلا نفى مبيعات الذي اشترى بلا إقالة وقاد لي تقبلا يقول كل الحمد لله مها صلاتي على بشير جمها تقول كليتي الله الكريم له شكوري بعد حمد لا يريم محمد نبيه رسول منه به المنى أتى الرسول
محمد نبيه رسول منه به المنى أتى الوسول مد لي الباقي بجاه راقي ما رمت بالقلب وبالأوراق نفعني النافع فانتفعت وقادني الرافع فارتفعت ودني الودود ودا فاقا ولا يراني من أبى وفاقا ودني الودود ودا فاقا ولا يريني من أبى وفاقا رمت من الذي الأمور أحسى للمنتقى مسرة لا تسى قبل الذي وجدت ما بعت إلى غيري به ما لا يؤد من إله بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله الحمد لله الذي هو الأحد الصمد الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولود فتاب قلدي نفى إداية الضعفاء يوم الأحد أني ولم يكن له كفوا أحد أنه رديت وأن المختار وأهل بدر مذعد وأستهار نعم دادي إلى مره رجال ترده موعدا لدى كل مجال دعوت ربي رداء يجريه لأهل بدر ودوام الأجر تفضلا على رجال بدر ربي برضوان يتم بدره اكتب لهم لديك ما لا ينفد كما بهم سقطت لي من يسفد للمصطفى اكتب الصلاة بالسلامة ولهم اكتب الرداء يا سلامة شكرتك اللهم في أعدائي اجدت لي فيهم ببرع الداء هب لي في ذا اليوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ولاية التقريب والإسعاد وليجد بأحسن المعاد ربي يجل لي بقرق الأعد في وطني والكف والسعادة أنك رديت ربي في الاثنين يا من وقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وإن جملة الورى أعظمتني نعالي شكرك فؤادي والجسد إنك لي أثلت كل ما فثل أثلت حقري وقولي والأمل وخلقي وسقت لي فوق الأمل لك شكوري على الجميع يا خير هادي نافي سميع لو كتابي شاكرا وراديا وبالمرادي لا أذال ماديا هب لي بالمختار ما أختار هب لي في المختار ما أختار وفوق ما أختار يا مختار أخجل مالي السقط في الثلاثة اثنين والرباح والثلاثة ثبت شهادتي لديك يا كريم وسرمدا سقلي فوق ما أرم نجيتني يا خير من أغاثا وربت لي الأجل والبغاثا أكرمتني بكونك المكرمة ونلت ما رمت وما لم أرما أنك رديت شاكرا متبها وصلت للآمال يوم الأربها شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم رديت أنك وأن المشفع صل عليه وبه بينفعي شكرتك اللهم في القميث إردت للأمير في القميث هديتني في البحر وحدي وحدك ولي أنجزت هناك وحدك ربيتني رقيتني وجدت لي وصنت لي سري وصولي قلت لي أعطيتني رفدا وزدتني سها وسرمدا فيك تزيد توسعة فديتني من ابتداء جيثشي بعد انقضاء الحساب أعمى الزيثشي يشكر كل الذي لي جمع فضلك في ذعي ويوم الجمعة كتبت شاكرا لدى النصارى وأعتدي تبشيري أمثارا كتبت شاكرا لدى النصارى وأعتدي تبشيري الأمثارا تسليم ذي الجلال والإكرام على الذي قدمته مرامي أحمد من قدمه المقدم وسرمدا تأتيه من القدم أحمد من قدمه المقدم وسرمدا تأتيه مني القدم بارك لي اللهم في حقائدي والقول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجني يا ربي وبعد أدخلتني بالحب لك حروفي ودخولي يا جليل ولوسيلتي حبيبك القليل لك خروجي ودخولي يا جليل ولوسيلتي حبيبك القليل لك قتابي بي يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد غير مون ملتهد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الذي فتح له فرحا مبينا بلا توجه ذنب إلى ذاته في الماضي والحال والاستقبال وأتم نعمته عليه وهداه صراطا مستقيما ونصره نصرا عزيزا وخاطب بعد قومه قبل بقوله إلا تنصره وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما قال فيه فقد نصره الله ووهب له صلى الله تعالى عليه وسلم في قدمة الناظم هذه الحروف ما يغبطه في غيره ولا يناله غيره من ذوي البر والتقوى والمعروف مما يسره وينفعه ولا يوجه إليه شيئا من الضرر وما له خير الحروف في الحال والمآل والله على ما نقول وكيل فقد نصره الله فتح فرحا لم يرى قط وحود لا يرى
لمن حياتي سيرا ردا مديم بشري فتح فرحا لم يرى قط وهود لن يرى لمن حياتي سيرا ردا مديم بشري قد قاد غير المنزلين لي بغير المرسلين قد قاد غير المنزلين لي بغير المرسلين وبسهاب الأكملين قدمة غير البشر ديني حب الله ما حب الذي عدا قمع لي وللمناجمة بلا أذى أو كدر نفى لغير الضلال وما يودي الاعتلال من للجنان بالحلال قد قادني بالقدر سفى بقاي كونيا قديم مقن أونيا بمن أدام صونيا به أن المكدر رد الشقاء والقيوب باق يعلم القيوب غير الذات والجيوب سينت أن التكدر هدم ربي بنا دري ونعم ربنا ومنه زاد قربنا قرب ردا وكرم اللب منه شكره وليقاد ذكره ولسواي مكره ساق وسان هرمي لله حمدي بالشكور وإنه الهادي الشكور وسانني أن النكير وجالبات النقم لو صرفت أموري وإنه مؤمري بلا أذى مؤمري ولا دواء السقم إلى سواي درأ كل أذى فاندرأ وبي يري من قرأ غير سواء اللقم هذا الذي قصير أمري ردا وقير من قلبه تهير في الله مبقي البشر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما خاطبه من قال إن الله معنا ووهب له صلى الله تعالى عليه وسلم في هاتين القصيدتين ولصحابته ما لم يكن قط لغيره صلى الله تعالى عليه وسلم ولا لغيرهم عليهم رضوان الله وبشر بهما جميع الملأ الأعلى تبشيرا لا يفارقهم أبدا إن ربي لسميع الدعاء وما ذلك على الله بعزيز والله ولا ما نقول وكيل إن الله معنا أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين وانقاد ذكره الأمين لكلكلي والجسد أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين وانقاد ذكره الأمين لكلكلي والجسد ناجيت ذا العرش العظيم بالحب معذور النريم ولي كان بعظيم وسانني عنه السدي نهى بتوحيد الأحد قلبي يا رب الملتهد ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قاد في السفر قلي وحبي بالسفر مستغنيا عن النفر بجنده في قلدي إلي قاد في السفر قلي وحبي بالسفر مستغنيا عن النفر بجنده في قلدي لم ينهني مبارز وفيد ربي بارز لم ينهني مبارز وفيد ربي بارز إبليس لا يبارز جند العزيز الأهدي لم ينهني من اعترض أو من لقلبه مرض ولي يقود في الغرد ربي ما لم يجهد الله كان لي بما يبقي زلالا شبما غدا ولي قوتا بما قاد وقيل رغدي هدية الله المعين ساقا لغيري اللعين واليوم بالله اليعين من شاءه وفي غدي هدية الله المعين ساقا لغيري اللعين واليوم بالله يعين من شاءه وفي غدي مد لي الله البشر بجاي سيد البشر ولي يمنه نشر لم أنه ما لم يفيد مد لي الله البشر بجاي سيد البشر ولي يمنه النشر لم أنه ما لم يفيد علمني الله العليم مما يشاء من علوم وزبقت لي بالكلوم منصرفا بالسفد ناجيت ربي الكريم بكتب ليست تريم أنوارها ولي يروم أحمد غير السفد الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسد بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما عونك يا معين وبك نستعين الحمد لله الذي لا حول ولا قوة إلا بالله وصلواته على نبيه وعلى آله وصحبه أما بعد فللتالي بالله والرسول الراجي رضا والقبول أحمد بن محمد المكي حفظه وعلاه الحفيظ العلي قصيدة مرتبة على حروف قوله تعالى إن الله معنا واسمها دفع المكر والعنى في تمسك بإن الله معنا
أو جلب المضير في الزجار كل مريد ومريد، وهي هذه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله معنا، الحمد لله الذي تولنا ولم يكلنا لسواه زمنا، نحمده حمدا يكافئ النعم، صاحبه شكرا يدافع النقم، نحمده حمدا يكافئ النعم، صاحبه شكر يدافع النقم، نشكره على الذي منحنا ولم يزل في كل حال معنا. أزكى سلامي على من ليس لي واسطة سواه فيما ينجلي، ليس البغاة نقمة الحسود، غيث الهداة نعمة الودود، لباب صفة الورى محمد وآلي مع صحاب السجد، هب لي يا وهاب يا كريم بجاه كرامة تدوم، من كوننا لك وكونك لنا في كل ما خفي أو ما علنا، أن ندفع الذي يعوق بيننا وبينك الدهر وأخبر فيدنا، نحن الذين لا نلوذ أبدا منجذبين لاتباع أحمدا، أدم سلامك عليه يا جليل والآل وصحبه وكلنا وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلمة الله هي العليا ولا اللعين والأذى والكدر، لغير أمري والنفاء القدر، كتابتي قبل لدى أهل الكتاب كيوم بدر ما نهاني من عتاب، لم ينهني عند ذوي المدافع إلا جزاء الله ذي المنافع، مد المميت ما أغناني، مد لي المميت ما أغناني عن السلاح وأدى جناني، مد لي المميت ما أغناني عن السلاح وأدى جناني، هجت قصايدي قلوب الجندي مضي الكفور والكتاب عندي، تنزيل ذي الجلال والإكرام دعا إداي قاد لي مرامي، أنالني الله لدى تقربي مع الحياة قاد قيل القرب، لقنني قبل لسان العربي لدى الجزائر النبي العربي، لقيني الله بلا إمات ولا تزلزل ولا شمات، لقيني الله بلا إمات ولا تزلزل ولا شمات، أجابني بما نفع إدايا وقاد لي النصرة والهدايا، هبات من جل أني تعددي غلد بركتي ومددي، هديتي ذاتي القناس ورفع لربنا الجناس، هديتي ذهذهت القناس ورفع لربنا الجناس، يقود للسمد والهادي الأمين وثابت الأمين حقا لا يمين، أكرمني الله بكون الذكر ما هي بلا صلب وغير مكر، للمنتقى قلت بلا تقرر درر قدمة همت عن غرر، للمنتقى قلت بلا تقرر درر قدمة وهمت عمت عن غرري، للمنتقى قلت بلا تقرر درر قمة همت عن غرري، النيابة الثابت الأمين وقاد للتثبيت والتامين، لا ينتهي لأمري أناء وقاد للبقاء والغناء، يعود لي من جاد بالتمليك منسيا ما قاسيت في الملوك، إلى سوى أمري مال الكدر وداو لغير نهو القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان لي بقدر عظمة ذاته بلا مكر ولا غرور ولا استدراج ولا سلب أبدا، وأن الله علام الغيوب، وجهني إلى الجنان الله ببشر لا إله إلا الله، ليقاد الله أثمان الدمير وإنني له أفوض أمور، ناجيته بالقلب واللسان وكان لي بالفضل والحسان، ناجيته وقبل التناجيا ولي قدا بغير شك هاجيا، أغث ذكر والحكيم ماديا به له وقاد لي أغراديا، له علي الحمد والشكور وإنه الحميد والشكور، إلي قاد العلم والحلال فذاذ الغرور والإدلال، هديتي منه ومن غير البشر ساقت إلى سواية 19، علمتني بقل هو الله أحد تعليم مغن غير هاد ملتهد، لا ينتلي القلوب يا قهار يا من به لم ينهن انتهار، لقيتني بلا ممات سرمدا ولم تسق لي أذى أو كمدا، لقيتني بلا ممات سرمدا ولم تسق لي أذى أو كمدا، أمنتني تامين من لا يصدر من غيره شيء عدا أو كدر، مكنتني في كل مال اغترتا ولي في كل لياد قرتا، مكنتني في كل مال اغترتا ولي في كل لياد خرتا، أجبتني إجابة المقتدر أذى الورى يا ذا القضاء والقدر، أجبتني إجابة المقتدر يا ذا الورى يا ذا القضاء والقدر، لوجهك الكريم لا توجه
وجهه شقاوة وللفلاح وجهه غيبت كل من قلاني وحسد لغير النهو يا مبيه ما كثر يشكرك اليوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم وصلت لي يحب أثمان الدمير وصلت لي يحب أثمان الدمير أعطيتني فلن يوده الأمير باركت في كليتي الله لي بلا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكشف لي سر قولك وأن الله علام الغيوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد أهازني منه قد أن وعيسه مني بلا تسليط شيء منه علي أبدا وأن الله علام الغيوب واجهني من القبيل غيب وليس ينتهي لقلبي ريب أكرمني العليم والخبير بما به فارقني تدبير نفعني الذكر الذي شفاني لم ينهني فانه عليها فاني نفعني الذكر الذي شفاني لم ينهني فانه عليها فاني نزع للقرآن باق أنزل مقلدا لي القرى والنزل إلي بادر جزاء الله وأجر عبده رسول الله لم ينهني ضر ولا جوى ولا يدي وكل شاكر من قولا لم ينهني ضر ولا جوى ولا عيدا وكل شاكر من قولا لم ينهني إبليس أو معادي وجلب لنافعا بغير ضر فانجلب هديتي من مالقي قد ذهبت لغيري الأذى وفورا منهر علي شكر الله بالتلاوة فبالذي يعلم والحلاوة ليقود ما يسر القلب وينفع الجسم ويكفي التلبى ليقود في الذي لا يغفى عليه ما على سواي يغفى إلي تنقاد أجور صالحين وصالحات ذا رباه كلهن ملكت الحمد وكل الشكر وسانني عن الفنا والمكر الحمد لله بلا انتهاء على النبي وعلى اللهاء لو كتابي شاكرا وراديا وكان لي وراد لي أغراديا غيبت ما لم ترده لي إله سواي سرمدا أدمت للإله يشكرك القلم والمداد والجسم يا من إنه الأمداد وصلت للأعظم في ذا اليوم وإنني عن سلاه ذو سوم وصلت للأعظم في ذا اليوم وإنني عن سلاه ذو سوم بان الذي انفتح في الغيب بان الذي انفتح في الغيب لليوم فارق فؤاد الريب بسم الله الرحمن الرحيم ما على المحسنين من سبيل مها إلهي توجه درر أني إلى الأمير قابل الدرر إلى الأمير جملة المكاره ست حبيب الله غير جاره علي من الله بصفائي ست قليل الله ذا شفائي لله قد غدوت قلا هبا وليس ينهوني سوى من حبا إلى النبي وجدت شيئا يردى عبادة لله جل قردا أقرت رب الله كوني الأبدا خديم من به الخيور أبدا لوجه ربي مضيت في القدم ولا يريني ما يودي للندم مها رسول الله كلما قصد لي من أذى ولا يلاقي من رثر هبوت أفضل الورى كل سنة بقدمي وكان لي بالحسنة سلام من لوجهه مع الدرر الذي لي يوجه الدرر نبينا أحمد هذا ثقه قلت له مرها جميلا يبقى أقمت داهيا له وصلوات أقمت داهيا له وصلوات مع السلام لا ألاقي هفوات نبينا أحمد هذا الفقراء كوني قديمه قدا لي ظهرا ما لي سوى البشر علي من سبيل إبليس مال لسواي والقبيل ما لي سوى البشر علي من سبيل إبليس مال لسواي والقبيل نفاه باق لا يزال سمدا إلى سواي ويلاقي القمدا السلام من بيتعلق الحفيظ من كل شيطان وذي قلب غليظ سلم من بيتعلق الحفيظ سلم من بيتعلق الحفيظ من كل شيطان وذي قلب غليظ سلم من بيتعلق الحفيظ من كل شيطان وذي قلب غليظ برأني الباقي من الأسواء مستغنيا بالصحي عن دوائي يقي رجائي الكريم طيب أدخلني غير البرايا جيب للمصطفى غير صلاة وسلام بلا نهاية كما مها الملام ما على المحسنين من سبيل مها رسول الله كلما ثبت من درر ثم الأمير قد كبت إلى الأمير كلما توجه لمن أذى غير إلي وجها ولا رسول الله أنفها صلاة في الآل والثاب كما كب القلال ليوصل سرور ذا أمان ليوصل السرور ذا أمان من لي أتاب النفس كالذات
الزمان أنالني الباقي صفاء وأمات ذاك الأمير بالمميت ذا شمات الحمد للأحد ذي الأمور على انصراف الموت للأمير لذلك الأمير ما لا يعسى لدى الذي الأشياء حدا أحسى محمد صلى عليه الله في الآل وصحبه ومن والاه حمدت ربي عليه حمدا به نفى إلى الأمير الحمدا سفي من بارز ربا أبقى من شاء والله ردا وسبقا سفي من بارز ربا أبقى من شاء والله ردا وسبقا نفي العزيز الواحد المنتقم ساق الأمير لأجل النقم يسوقه المالك والزبانية والكل منهم آخذ بالناسية نيته إليه ردت خائبا ولا يزال للحميم غائبا منه الإله والرسول قبري ولا يزال زائدا للعبر نوى الأذى والموت ثم صرفا نوى الأذى والموت ثم صرفا معا له وعنه لن ينصرفا فيعلم الأمير أني الخديم للمنتقى أبدا لربي القديم بريئا من العالمون ترا بريئا من العالمون ترا ولا يفارق دواما ضرا يمقته السلطان والنسارى من يوم في التابوت قبر سارى لله شكري بعد حمد قد ثبت مسليا على الذي القب كبت بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجهل ما أخذته من قوله تبارك وتعالى إن الله اشتري أوصل للباقي بالارتياب ثمن ما قد بعت بالغياب نذع لي ما اختار لي في الدنيا من المنى وكان لي بحنيا نفعني النافع في أخرايا وقاد لي بالانتهى بشرايا أخذت ذكره الحكيم عنه ملازما ومستفدا منه أخذت ذكره الحكيم عنه ملازما ومستفدا منه لم ينهني زجر ولا وعيد وأمري إلى الجنان عيد لم ينهني مكر ولا استدراج ولا غرور ولي الخراج ألان لي عدا إله الأعظم وليس ينهو جهتي تعظم هدمت ما بناه لي إبليس ولسوى مال انتهى تفليس أبقاني الباقي بالاغترار وانقاد لي تبشير بن جرار أبقاني الباقي بالاغترار وانقاد لي تبشير بن جرار شكرت ذا الأرش العظيم شكرا بهن جعال ما كتبت الذكرى شكرت ذا الأرش العظيم شكرا بهن جعال ما كتبت الذكرى توفيق ملهم يعلم الغيوب طهرني من اللغى ومن عيوب رافق حقدي ومقالي والفعل وخلقي كن فيكون بانفعال أنالني العصمة كالغياب من سله اشترى بالارتياب من المؤمن الذاهبا إلى غير ذاتي كلما باعوا أني بلا توجيه شيء منه إلي أبدا وبلا آفة ولا كدر في ولا بيني وبين أحد أبدا آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ووهب لي الثمن ما باعوا أني واشتروا مني تكرما وجودا وكرما ببركة إن الله اشتري الله جل وعلا الكريم لي منه ياتي أبدا تكريم نفى لغير ذاتي الأعداء والجل ما يلأ والداء نفى الذي أني باء قائدا لي ثمني وقاد لي ذوائدا أرهفني بذكره وبالحلال وقاد لي العلم ولا أنه الدلال لوجه الكريم أبقاني بلا إذن ولا أنا وأمري قبلا لو كتابي ومها حسابي وفتني وثبت ذات سابي أذب بغير رده لي كلما أذب بغير رده لي كلما أني بيت وحياتي سلما هبلي في العادات سرا لم يرى خط لغيري ولغيري لن يرى اجل منامي وشرابي والجميع أغذي وتركي رداك يا سميع اجل منامي وشرابي والجميع أغذي وتركي رداك يا سميع سكتك اليوم وإني الذاكر يا من بي تسولي المشاكر ترقى إلى العرش العظيم قتيه وديعة لديه يا ذا المت ترقى إلى العرش العظيم خطيه وديعة لديه يا ذا المت ترقى إلى العرش العظيم قتيه وديعة لديه يا ذا المت رمت شكورك بالجسم والأرض بالروح
يا من كنت لي بلا مرض إلي منك وصل تكريم يا بر يا رحيم يا كريم كتب الله تبارك وتعالى أن الناظم هذه القصيدة لا يموت أبدا كتب الله تبارك وتعالى أن الناظم هذه القصيدة لا يموت أبدا وأن الموت الذي كان متوجها إلى ذاته منصرف إلى غيرها بصرف الله تبارك وتعالى بقدر عظمة ذاته في اليوم الذي كتب فيه هذه الحروف لا قبله ولا بعده والله على ما نقول وكيل سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.